ساعتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عين أول سفير في الإسلام، ومش بس سفير، ده تشينج ايجنت. يعني ايه تشينج ايجنت؟ ده واحد رايح يحدث تغيير جوه بيئة. طيب مين الشخص ده؟ وليه الشخص ده؟ الشخص ده كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه. مين ده؟ شاب في نص الثلاثينات. طب هو جاي منين؟ من مكة. هو من أرقى بيوت مكة، فهو مش شخص صغير، مش شخص بسيط، ولكن لا، شخص ليه ثقل، وبالتالي الثقل بتاعه هيتحرك معاه. فأنا بتكلم عن حد عنده ليفل اوف باور وليفل اوف كاركترستكس مناسبة جدا ان هو يبقى سفير، قادر يقف ويتكلم، قادر يحدث تغيير. طب ازاي يحدث تغيير؟ لأنه هو واحد من الناس اللي آمنت بدر جدا، فهو بدأ الرحلة من أولها. مش بس كده، ده واحد قابل صعاب كتيرة جدا وفضل متمسك بإيمانه والرسالة اللي هو مؤمن بيها. يعني الليفل اوف باي ان عنده عالي جدا. يعني لما تسمع منه بيتشنج مش هتسمع منه بيتشنج كراجل عادي مقتنع بفكرة، لا، ده مشتري الفكرة وعاشها ودافع عنها بدل المرة مرات كتيرة. طب الراجل دون ايه تاني من مواصفاته؟ كوميونيكيشن سكيلز رائع، عنده ايموشنال انتليجنس عالية جدا، وشخصية عندها قبول، عنده نيجوشيشن سكيلز، عنده قدرة على تجميع انتليجنس انفورميشن. الشخصية دي كانت بتجمع من على الارض انتليجنس انفورميشن، معلومات استخباراتية حقيقية، علشان يقدر يوصلها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يقدر يبني على الانسايتس دي والانتليجنس انفورميشن دي معلومات وخطة يتحرك بيها في الخطوات اللي بعدها.